نعم أعزائنا المشاهدين، لمعرفة مراحل تطور وضع اللغة الكردية في روجافاي كردستان ينضم إلينا الأستاذ ريزان حمو إدارة معهد إعداد المدرسين من قامشلو. أستاذ ريزان، مرحبا بك. مرحبا بك، اهلا وسهلا سيدي. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. حقيقة أستاذ ريزان، كيف تطور وضع اللغة الكردية في روجافاي كردستان بالتحديد؟ آه، طبعا قبل ان ابدا بالكلام عن اللغه الكرديه، اهنئ الشعب الكردي في كافه اجزائه الاربعه بمناسبه عيد اللغه الكرديه، عيد اللغه الام. 15 ايار يوم تاريخي بالنسبه لنا. هذا اليوم كانت نقطه تحول كبيره في روجافا. طبعا في بدايه الثوره السوريه وبدايه ثوره روجافا، نحن كمعلمين ومدرسين اللغة الكردية وكمؤسسة اللغة الكردية في روجافا بدأنا حملات واسعة للمراحل الكردية بتدريس المثقفين والمدرسين بالمراحل اللغة الكردية، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. نعم. ثم بدأنا بالدخول إلى المدارس في المرحلة الابتدائية. وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية بدأت المرحلة الثانية، هي المرحلة الإعدادية، بكتابة الكتب أو القواعد للغة الكردية نعم. والتعليم باللغة الكردية، ثم المناهج التدريسية، المناهج العلمية والأدبية. نعم. وبعدها دخلنا المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الثانوية في العاشر والحادي عشر والبكالوريا، بتعليم أبنائنا باللغة الكردية بكافة مناهجها وبكافة موادها باللغة الكردية الرسمية أو اللغة الكردية الفصحى. نعم. وبعد انتهاء الثلاث مراحل طبعا بدأت ببناء الجامعات والمعاهد الكردية، ونحن الآن في مرحلة التطور. حتى الآن بدأ خريجين هذه المعاهد والجامعات بتداول عملهم كمدرسين وكمهندسين وكمحاميين بعد أن تخرجوا من تلك الجامعات والمعاهد باللغة الكردية. نعم. أستاذ ريزان، كيف تقيمون الممارسات التي تستهدف اللغة الكردية في بعض الدوائر الرسمية رغم وجود مرسوم رئاسي يعترف بها؟ طبعا بالرغم من صدور المرسوم الرئاسي، ولكن الذهنية والعقلية الشوفينية التي يتمتع بها كافة الدول المستعمرة لأراضي كردستان تحاول طمس اللغة الكردية وطمس الثقافة الكردية وطمس التاريخ الكردي. لذا فنحن نرى بأول خطواتهم دليل على ذهنيتهم ومشروعهم القديم وليس بالجديد. يحاولون انحلال اللغة الكردية لطمس هويتهم، لأنهم يدركون بأن لغة أي شعب هي ثقافته نعم. وهويته، وهم يحاولون دائما طمس اللغات. طمس اللغة هي طمس الهوية وطمس الوجود. نعم. أستاذ ريزان، ما مطالبكم من أجل الاعتراف باللغة الكردية في التعليم وتثبيتها في الدستور السوري؟ نحن لا نطلب من الحكومة المؤقتة بأي عمل لإدخال اللغة الكردية في مرسومهم أو في دستورهم الجديد، بل نحن نرسل لهم رسالة. اللغة الكردية للشعب الكردي الموجود في سوريا هي لغة الوجود وهي لغة الهوية. لن نعم. نقبل المساس بهذه العملية. نحن نقول لهم بأن اللغة الكردية خط أحمر، يجب أن يتعلم الشعب الكردي أبناءنا وطلابنا بمناهجنا باللغة الكردية. نعم. لذا يجب أن يضعوا في عين الاعتبار أن هناك شعب لهم تاريخ، لهم ثقافة، ولهم وجود وهوية. نحن حريتنا بالتدريس بلغتنا، بلغة الأم، وهي اللغة الكردية، اللغة المقدسة لدينا. نعم. جزيل الشكر أستاذ ريزان حمو، كنت معنا من قامشلو إدارة معهد إعداد المدرسين على جميع هذه الإيضاحات. شكرا لك، شكرا لك.
ونشكر طبعا تلفزيون روجافا ومرة أخرى أهنئ الشعب الكردي بهذا اليوم، يوم مقدس ويوم تاريخي للشعب الكردي، عيد اللغة الكردية الأم. جزيل الشكر أستاذ ريزان حمو.